حاج نور، سمعت الكلام يا ولية؟ والنبي ما لاقي عليك الحمقى دي، ده انت طول عمرك قلبك ابيض وزي الفل. يبقى سمعت الكلام. نهار اسود، احنا هنسيب بيوتنا ونروح فين بس؟ هو احنا لو كان عندنا بيوت كنا استلفنا ولا اتدينا؟ انت ازاي يا ولية تتهجمي على مراتي وتقلي ادبك عليها؟ انت ايه مستبيعه؟ وحياة النبي ما حصل مني، ده انا واخده لها طبق مهلبيه واتكلمت معاها بكل ادب. بتكذب؟ بتتبلى عليكي؟ والنبي ما انا عارفه. ماشي، انا عشان قلبي ابيض مش طلع عين اللي خلفوكي بسبب اللي عملتيه النهارده. انا هديكي مهله اسبوع كمان. زي دلوقتي هتلاقي الموصلات في الاسم، مش هقدمهم كلهم مره واحده، هقدمهم وصل وصل، عشان كل ما تخرجي هدخلك السجن تاني يا نعيمه. يا اما تلمي كراكيبك وبناتك ونسوانك والواد ده وتطفشي بره المنطقه كلها. واديكي شفتي انا ما بتهوش. رمضان دراع ابويا اليمين اتسحب على الاسم عشان ما دفعش، ما بالك بقى باللي قال ادبه ومد ايده عليه. واضحه؟ لو النبي شخشخه في ايدك انا نايمه. اختي ما بنخلصش من لسانك، استغفر الله العظيم. اعمليها يا سماح، لا ما تعملهاش يا سماح، وحد الله ما بيني وما بين الحرام. نعيمه دي سرقه مش عزومه، يعني اي لكلكه من اللي احنا بنعملها دي هنروح كده كلنا في كلبوش ونقضي كام سنه حلوين في السجن، ده غير الكام سنه بتوع الوصولات اللي عليكي. ما تتلمي يا بنت، مالك في ايه؟ يا بنت انت مش قلتي ان الوليه مروه المخفيه دي هي وجوزها مسافرين كام يوم والبيت فاضي وراجعين بعد بكره، يعني اخرنا النهار اللي طالع علينا ده هتنامي وتصحي وضميرك ينقح عليكي تاني برضو؟ رسيني. ما خلاص خلصنا بقى، انتوا مش بتقولوا ان مروه دي ولية واطيه واكله عليكم حقكم؟ خلصنا. نبي امها ست اميره، الست كاميليا دي اميره وطيبه. انا ما اعرفش جابت الحربايه بنت الكلب دي منين. تحب اقول لك بتقول عليك ايه من وراكي؟ ده غير انك حراميه ونصابه بتاكلي من خيرها، عشان نخلص من حكايه ضميرك دي خالص. من غير ما تقولي انا عارفاها، طول عمرها لسانها سو. لا خليها تقول لك يا نعيمه، خليكي تسمعي شتمتك بودنك. كانت بتقول عليها ايه يا بنت؟ زي ما كان فتح الله يجحمه بيقول وألعن، مش معقوله واحده لونه وبطولها زي دي ما تكونش بتاعت رجاله ومرافقه واحد ولا اتنين يصرفوا عليها هي وبناتها. واقطع دراعي من هنا ان ما كانت بتسرح بنات من اللي بيجولها، ومفيش مخدماتيه ما بيعملوش كده دلوقتي، وتلاقيها هي كمان مقضياها. اقول كمان ولا خليني ساكته؟ بعد العمر في خدمتها ده كله الوطيه. ما قلتيش الكلام ده ليه يا بنت من الاول؟ عشان انت طيبه يا نعيم وما كنتيش هتصدقيني. ناس وبيوت زمان اللي كنت بتخدمي عندهم غير ناس وبيوت دلوقتي، دول شايفيننا شويه كلاب، واقل كمان من الكلاب اللي بيربوها في بيوتهم. الحقيقه يا نعيمه، تتسرق بقى ولا ما تتسرقش؟ الا تتسرق، دي تتسرق وتتحرق بجاز وسخ كمان. الساعة داخلة على واحدة والسنيورة لسه ما شرفتش. خف شويه بقى، اما مش هنغنيها. هتلاقيها عند نعيمه ولا عند اي واحده من صحباتها. لو ما بتردش عليه كمان، عليا النعمة البت دي دايرة ومشغول بيوته بس. واحنا هنستحمل كده لحد امتى؟ لحد ما حوار مروه يخلص ويعدي على خير، بعد كده ربنا يسهل. عليا النعمة انت رايدها وعمال بتضحك علينا عشان تفضل مقعدة هنا في البيت. والله العظيم يا اما هطفش واسيب لك البيت. السلام عليكم. عليكم السلام. ننزل لك العشاء ولا اتعشيتي في لكندا تانية؟ لا نزليه يا حبيبتي، بس ونبي دخليه الميكروويف، اصل بحبه موحوح. بعد اذنكم بقى انتوا الاتنين كده اتطرقوا عشان عايزه اخدها في حوار ما ينفعش تسمعوه. معلش يا ام، يلا يلا يا بنت انا جات على جوه. حسام في نعيمه وافقت.
بجد؟ او النعم. الف حمد وشكر ليك يا رب. شوفي ده ترتيب ربنا. انا كنت قاعد هتجنن واحنا حاطين ايدينا على خدنا ومش عارفين ايه اللي هيحصل. المهم الواد كرم هيبقى معانا. مش انت كنت محتاج حد معاك؟ اهي فرجت. ليه كده يا سماح؟ كده الاسم بتقل. ايه اللي هنططوا معانا في الحوار ده؟ ده مننا يا واد، هو بيعمل كده عشان الدين بتاع عمته. المهم هو مستنيك دلوقتي عشان تشوفوا الترتيب هيبقى ايه. هوا بس المهم والنبي ما تعمليش مشاكل مع ام الليله دي. خلاص يا بنت فرجة. انا يا اخويا الاتنين متقلقش. يلا. سخنتوا الاكل كده مره واحده؟ استني هنا، بتعملي ايه؟ فهميني. انت مش بتصدقي في احلام الشيخه فتنه؟ عمرها قالت حاجه وخيبت؟ قالت لك ايه؟ لما كنت عندها المره اللي فاتت قلت لها ان انا هيشاكي عن ابنك، ساعتها ما اتكلمتش. وبعدين؟ كلمتني من شويه، قالت لي لازم ام كمال تروح لابنها، تقعد عنده اسبوعين 3 4 قد ما تقدر. يا لهوي، ليه؟ هي شافت ايه بالظبط؟ لا خير يا اختي، بس قالت لي انك انت لازم تكلبشي عنده في البيت، مش مراته تقول لك كلمتين تروحي سايبه البيت وماشيه. خدي يا اختي، خدي يا اختي، دي فلوس عشان السفر بتاعك، وده حق الطلبيات اللي انت عملتيها. يا ساتر استر يا رب، شكل الموضوع بجد. يلا يا اختي بقى قومي البسي وتلحلحي، انت مش كنتي عايزه تزوري ابنك؟ يلا يا اختي. حاضر حاضر حاضر. استر يا رب، استر يا رب. صباح الخير يا سعيد. صباح الله، ست نجوى، ايه المجيء اللي على فجأة دي؟ ما ترد الصباح الأول يا راجل. ولا طبعا ما حدش بيطيق يشوفني هنا. ازاي بس، ده بيتك يا ام كمال، تنوري فيه في اي وقت. بس خصمك النبي يا شيخة وحياة سيدك النبي، يعني هدي شوية مع ابنك ومراته، مش كل مرة كلمة من هنا وكلمة من هنا، البيت ايد حريقة وبعدين تمشيكي وتطردك. هو انا بتكلم ولا بفتح بقي؟ ما هي الحربايه هي اللي بتبتدي بالجر شكل، ما انت عارف. الله، ايه اللي جرالك يا سعيد؟ لا جرالي ولا حاجة، ربنا يجيب العواقب سليمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اما نشوف اخرتها. مش كنا ارتحنا من الصداع ده؟ اختيش اديني يا شيخ. وده مين اللي جاي السعادي؟ مش عرفني، مفتح يا ست يابا. ودي ايه اللي جابها السعادي؟ بقى يا ندل يا واطي، ما تسألش على امك ولا حتى بتليفون. ايه يا اخويا، المكالمة هتغرمك ده كله؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، عشان تعرف ان هي اللي بتبتدي في الاول اهو. حد كلمك ولا اللي على راسه بطحة؟ خير يا أم. في ايه؟ ما قلتيش ليه انك جاي؟ وانا هستاذن لما اجي بيتي؟ يلا يا عيال حضروا لي فرشتي، لحسن انا طول الليل ما نمتش، العربيه ما حملتش الا بعد الفجر. قال لو انت ناويه تقعدي قد ايه يا حماتي؟ ناويه على عمر الكل يا ابو سينا، هقعد اسبوع 2 10، بيتي وانا حره فيه. ايه في ايه؟ مالكوا بتبصوا لبعض كده ليه؟ اصل يا أم، اصل ايه؟ ما تقول لها طالما هتقعد يبقى لازم تعرف مفيش حاجه هتستخبى كتير يا اخويا. هو في ايه يا واد؟ روحي يا حماتي على مصر، اصلك مش هترتاحي هنا. اصل من النهارده وطالع احنا هيبقى في دق وتخبيط. هو انت وانت جايه ما شفتيش الحاجه اللي متشونه تحت؟ اصل احنا ناويين نطلع بالدور اللي فوق. خير يا حبيبي، انت بتبني الدور اللي فوق لمين؟ عاملهولي مفاجاه؟ لا ده العبد اخويا ودافع ثمنه. 5 سنين لساني اتدلدل عشان نبني دور ونعيش فيه سوا، وانت تقول لي لا، وتقول لي صاحب البيت ومش صاحب البيت، والبيت قديم وهيقع، ودلوقتي مش هيقع يعني امك. يلا بره بره منك ليه؟ يلا بتعملي ايه يا أم؟ يلا بره يا أم استني. المره دي مش زي كل مره يا حبيبي تقول لي كلمتين اخد بعضي وامشي. لا يا حبيبي
انت هتطردينا من بيتنا؟ هتقعدينا في الشارع؟ ما انتوا قعدتوني سنين في الشارع ولا نطقت. البيت ده بيتي. ابقى خلي بقى اخو مراتك يسكنك معاه لما الدور يخلص. يلا بره بره منك ليه؟ بره بره. ليه كده يا ستي؟ اقعد يا حبيبي، اقعد منك ليه؟ اقعد. هو حد منكم يفتح لهم الباب؟ ربنا يخليك يا شيخه فاطمه، ربنا يخليك. يا بنتي ما انا طول الليل بحاول انزل في الفايل مش عايز ينزل، وكلمتك ما رديتيش، اعمل لك ايه يعني؟ طيب انا هبعت لك الريبورت، بس اجي ايه مطبوع مش لسه هيطبع. طب اقفلي معايا تليفون مهم اكلمك تاني. الو مستر شريف. صباح الخير يا منى. ايه نمتي كويس امبارح؟ الحمد لله نمت كويس. طب كويس. مستر عمرو الشربيني لسه قافل معايا، ميعادك معاه النهارده. النهارده زي بس يا فندم؟ ما انا قلت لك يا منى تستني مني تليفون في اي وقت. مش فاهم ايه المشكله يعني. ميعادك معاه كمان ساعه عنده في الفندق. ايوه يا فندم، بس انا عندي شغل كتير قوي في الشركه لازم اخلصه، والريبورت اللي حضرتك طلبته مني اي شغل يتاجل. انا اللي بقول ايه الاهم وايه اللي لازم يخلص الاول. شغل مستر عمرو بالنسبه لي دلوقتي اولويه. مفهوم؟ حاضر يا فندم، حضرتك تشوف. خلاص تكوني عنده كمان ساعه، هتاخدوا الفطار مع بعض وتتكلموا في البلان اللي هو عايزه، او تشوفي هو متوقع مننا ايه. الراجل ده لازم ينبسط من شغلنا يا منى. لو حصل العكس انا هيبقى عندي مشاكل كبيره جدا. واوعدك لو المقابله دي عدت على خير انت هتبقي في حته تانيه خالص. ارفعي راسي بقى، مفهوم؟ واوعي تتاخري يا منى. حاضر حاضر، تحت امرك يا فندم. مع السلامه. دلوقتي عايزه تجيبي لي هدوم جديده ها؟ لكن لو مفيش عريس لساني يتدلدل عشان اطلع ببلوزتين اروح بيهم الجامعه. يا اختي بطلي نبر، على الله العريس يطلع زي ما الحاجه فوتنا قال وانت تشوفي. قشطه، حتى لو مفيش نصيب يعني يكون طلعت لي ببلوزتين وشنطه وجزمه. شنطه وجزمه؟ ما اتفقناش على كده. وشربين وحتتين اكسسوار وتاكلينا ايس كريم في المول. حلي كيسك يا نعيمه شويه وفكيها بقى. لا يا اختي هجيب لك عربيه ان شاء الله يا بنت النصابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه مين؟ يا لهوي، مالك يا سماح؟ ايه اللي حصل؟ الواتي الكلب الجزمه. مالك يا بت في ايه؟ انا اتضربت يا نايمه، انا اتبهدلت يا اختي. هو ده اللي عمل فيكي كده؟ انا يسيب امه واخته يضربوني وهو واقف يتفرج عليهم؟ اقسم بالله ما هسيبه. يا نهار اسوح. اصطبحنا واصطبح الملك لله. الاسطى عبد الله جاهز واصطبح؟ ايوه يا اختي مستنيكي بره. يلا يا اختي ورينا عرض كتاب. يا اختي ده انت بتشتمي ده. خشي جوه يا اختي، خشي 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 مددي جوه لحد لما اجيلك. خشي يا اختي، خشي يا حبيبتي. انت هتقعدي لنا جنبها بقى ممرضه وهتنسي موضوع النهارده؟ يا سلام يا شملوله، بتجهزي في 3 دقايق ولا ايه؟ خشي اكوي حاجتك والبسي يلا يلا. منك لله يا حوده. انا جايه لك اهو يا ابن الكلب.
على اي جنب هنا. ما تدوشنيش معاك والنبي، انا مش ناقصه. نزلني ولما اخلص هكلمك عشان تيجي تاخدها. اطلع عندي. الزمالك يا اسطى. أنا تمام. الواد كرم قدامك كنتوا شايفين بعض؟ قدامه. يلا انجزي بقى قبل ما حد يجي. طب يلا يلا ننزل. سلام سلام.
زمان قاعده مستنيه. انا هكلمها اهو. حصل يا بت؟ لا ما حصلش، كنت طالعه اخد دش ونازله. فين التاكسي؟ استنينا على اول الشارع. ايوه نعيم، خلصت. ماما انت قافله من عندك جوه ليه؟ انت خلصتي لبس؟ اه يلا. طيب انا طالعه لك اهو، استنيني بره. تقفلي على البيت ليه واحنا نازلين؟ أأمن يا حبيبتي. افرضي حوده ينط لها من شباك يبطحها تبطحه. مش ناقصين قتل، انا هقفل الباب ده كمان. يلا يا اختي. انا عايزك تفضي الملك تماما للميتنج ده وتجهزي له كويس. تعملي الشغل اللي هيطلبه منك، بس في نفس الوقت اللي انا عايزه يفضل رقم واحد في دماغك. وكويس ان 3/4 الكلام ما بيتقالش. قومي يا نعيمة، العيشة اتدنت من بدري، النومة دي وحشة قوي. طب يلا قومي اشربي كوباية اليانسون دي، هتروق دمك. نعيمة صلي على النبي وارمي حمولك على الله، وربنا عمره ما هيخلى بيكي أبدا. انتي لا أذيتي حد ولا كلتي حق حد، وغلاوة منا وهنا اللي تقومي تغسلي وشك وتتودي وتصلي ركعتين لله وتسيبي حمولك عليه. حسبي الله ونعم الوكيل. كان مستنينا فين ده كله؟ انت ايه اللي موقفك في البرد ده؟ انت كويسة؟ هي المصلحة اللي كانت معاك دي كانت تطلع لك قرشين كويسين؟ انا عيده تاني بقى؟ أنا بسألك بجد والله. 10,000 بس منها لأمك. طب ما كنتش خايف تتمسك بيهم وتتحبس؟ مضطر بقى. كانت تسوى يعني؟ أصلك بتكلمني في 10,000 جنيه، يعني مبلغ تافه. مالك يا بت في ايه؟ بقول لك ايه، امسك صورني فيديو، دوس على العلامة اللي قدامك بتاعت الفيديو دي، شيل ايدك من على الكاميرا بس. ازيكم؟ بقالي كتير ما عملتلكمش فيديوهات. عايزة اكلمكم النهارده عن النيل. النيل ده غريب قوي.
زي ما بيجري في المنطقة الوسخة اللي احنا عايشين فيها دي، بيجري برضو في المناطق النظيفة. بيعدي على الناس الشقيانة هنا اللي غارزة في الطين ومحدش حاسس بيها، وبيعدي برضو على الفنادق اللي الأغنياء بيروحوا يدفعوا ألوفات في الليلة الواحدة بس عشان يتفرجوا عليه. الدنيا غريبة قوي، والفيديو ده كئيب قوي، ومش هجيب حتى 10 لايكات. هات، أنا مش هنزله. هات، مش ناقصة كآبة. مؤمنة، فلوس الإيصالات بتاعتك لو ما دفعتش في ظرف 10 أيام هتبقى في الاسم. رزم يا أبلة رزم، وشكلهم إيه؟ مدينات. تعبت يا رب. انت اللي عالم بيا، عارف قد ايه انا شقيت على البنات دي، عارف ان انا عمري ما مديت ايدي على الحرام ولا فكرت فيه. انا في ضيقة كبيرة مش عارفة احلها ازاي، مش عارفة اعمل ايه. ميعادك بالثانية. صباح الخير يا مدام. صباح النور، ادخلي. شفتي الدنيا هادية ازاي؟ ابو عمر في المدرسة عشان تعرفي تشتغلي براحتك. ربنا يخلي حضرتك. لا حضرتك ايه بقى؟ فوقي. ها، فطرتي ولا لسه؟ الحمد لله. لا هتفطري معايا تاني، تعالي. بس ده كتير قوي يا مدام. ولا كتير ولا حاجة، دي حاجة بسيطة عشان يبقى بينا عيش وملح. أنا مش عايزة التعامل بينا يكون رسمي، عايزاكي تحسي إنه بيتك، مش أي بيت شغالة فيه وخلاص. والله ربنا يعلم، أنا أول ما دخلت البيت وشفت حضرتك ارتحت لك إزاي. وأنا ارتحت لك قوي، ونفسي تشتغلي هنا أكنه بيتك بالظبط. ساعتها لا هتلصقي ولا همشي أفتش وراكي. فاهماني؟ فاهمة حضرتك. طب يلا اقعدي بقى، يلا نفطر. احط لك عصير. عندك. متشكرة. محافظة على الورد بتاعك يا نعيمة؟ على قد ما اقدر، اهو يوم كده ويوم كده، من كتر الهم اللي شفته اليومين اللي فاتوا. ما انت لو مش عايزة هم لازم تحافظي على الورد. تعبانة قوي يا شيخة فتنة، تعبانة. كل حاجة كانت ماشية صح، وفجأة بقت تتطربق فوق دماغي، مصيبة ورا مصيبة، مصيبة ورا مصيبة، والشيطان تقوليش لازق في وداني. أنا كنت هعمل مصيبة سودة، بس الحمد لله ربنا ستر. ألف حمد وشكر. تبقى فين المشكلة بقى يا نعيمة؟ طول ما معاكي ربنا يبقى مفيش مشكلة خالص. والدين اللي عليا، والراجل اللي عايز يطردني من بيتي. قد ايه الدين ده؟ هي 43,000. يا لهوي، شفتي؟ ولو حتى مليون مش كتير على ربنا،
طول ما انت معاه وبتذكريه. انا ربنا يقدرني هعمل حاجة، هكلم الناس بتوع صندوق الجمعية، بس طبعا هما ما يقدروش يدفعوا المبلغ ده كله، لكن اهو باب، وانت عليكي بقى تخبطي على ابواب تانية، وخصوصا صاحب المشكلة. بيسمعش حد، ما بيسمعش حد. تقوليش قتلت له ابوه وامه. مهما كان صعب الكلمة الطيبة بتلين الحجر. خبطي على بابه وافتحي معاه صفحة جديدة. أقول لك خدي له معاكي هدية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا. يلا قول يا رب يا نعيمة. يا رب. والنبي ليا خدمة تانية الله يسترك. تأمريني يا حبيبتي. شيلي بقى صور البنات من البتاع ده الله يسترك. البت هنا لما شافت صورتها كأنها اتكهربت. هنا؟ أيوه، ما هي حاطة صورتها بقى لها فترة اهيت ومفيش حد ولا جه ولا خبط. ده أنا كنت لسه هقول لك، أنت لو ما كنتيش جيتيني النهارده كنت أنا كلمتك وقلت لك في واحد مكلمني عن هنا، وواحد زي ما أنت عايزة بالظبط في كل المواصفات اللي أنت عايزاها. يعني ابن ناس كده وغني؟ أهو ده اللي اتقال لي. عليكي أنت بقى تشوفي وتعرفي. يا ما أنت كريم يا رب. أفكر في أود يا مكفوف أنت. يا نعيمة، نور ده مش زي ابوه. نور قادر وبيخلص، ابن سوق زي ما الناس بتقول وبيعرف يضرب امتى. لا أنا ربنا هيسترها معايا. أنا مش هعمل كده. أنا روحت لواحدة ست أعرفها من زمن، قالت لي إنها هتتصرف لي في فلوس زي بتوع الغريمات كده. دول بيتسجنوا عشان 1000 جنيه وانت عليك ولا بيع وشوية يا نعيمة. هعمل كده. استغفر الله العظيم بقى. الله. يلا الله يا الهند. خش يا عبير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتكلي انا بقى يا نعيمة. داي. السلام عليكم. عملتي ايه؟ الحمد لله، طلعوا ناس طيبين قوي ولاد حلال. الحمد لله. مش عارفه اشكرك ازاي يا نعيمه على وقفتك جنبي. ربنا يخليكي ليا يا رب ويقعدهولك في بناتك قادر يا كريم. ان شاء الله يا اختي، بس انت اختي يا بنت. معلش يا نعيمه، كنت عايزه اطلب منك حاجه كده. ينفع يعني ما تقوليش لوفاء على الشهريه اللي اتفقت عليها انا وانتي؟ اصل انا كان في شويه حاجات نفسي اشتريهم من البت ندى، ووفاء لو عرفت مش هتسيبني في حالي. وانا مجنونه يا بنت؟ دي سودة وعينها منيله ب60 نيله وتقرف. تسلمي لي يا رب. هاي يا عبير، اول يوم عدى على خير؟ الحمد لله يا ام كمال، كل حاجه بتعدي. طب استاذنكم انا بقى عشان البت ندى زمانها مغلبه طه. طب يا اختي. السلام عليكم. يقومولك بالسلام. يخليكي يا ام كمال. انت دي بتصعب عليا قوي. هانت. ايه ده؟ ما انت عارفه ايه ده. خلاص الوليه فرجت عليها العماره كلها، ويومين والمصلحه كلها هتكون خلصانه. مفيش حاجه هتخلص، والحكايه دي ما تفتحيهاش تاني ابدا معايا. نعم. وطي صوتك يا بت. ايه في ايه؟ زي ما سمعت كده. يعني بعد ما دبيت خناقه مع الوليه وسايبتيني شغلي جايه تقولي لي كده؟ ما يخصنيش. تولعي تتخانقي ما يخصنيش. لا يخصك يا نعيمه، يخصك عشان انت اللي كلمتيني وقلت لي تعالي نعملها. ايه اللي جد بقى دلوقتي؟ ما جدش يا اختي. مش هحل مشاكلي بفلوس حرام، ولما ما وطيتيش صوتك هذبحك على باب البيت. طب ليه الوش ده؟ ما احنا كنا كويسين. لا كنا ولا هنكون. بطلي زن يا بت انت. لا مش هبطل زن، مش هبطل زن يا نعيمه، ومش بعد ما عملت كل ده جايه تقولي لي خلاص. بت الكلام خلص معايا، ما تفتحيش معايا الموضوع ده تاني، فاهمه ولا لا؟
افندي. انا منى جارتكم هنا من زمن. لا والله الحاج نور مش هنا. انا عارفه ان هو مش هنا، شفته وهو طالع بالعربيه، قلت اطلع لك. تطلعي لي انا؟ عامله لك شويه مهلبيه بقى بالقرفه يستاهلوا بقك. خير؟ لا على الباب كده يعني. اتفضلي. تسلمي. خدمتك نعيمه، انا هخش في الموضوع على طول، مش هطول عليكي. يا اختي احنا ستات ونفهم بعض. الحاج فتحي كان خيره على المنطقه كلها، وانا اول واحده اشهد بكده. كان بيسلفني وبيسلف الحته كلها، لكن كان بيصبر عليا شويه عشان عارف ان انا عندي عروستين زي القمر داخلين الجامعه وليهم مصاريف كتير. هو كل ده ما طولتيش عليا، ما تقولي عايزه ايه وتنجزي. حاضر يا اختي. اصل ولاد الحرام طلعوا عليا كلام غلط كده اهوت مع الحاج فتحي. اكيد الكلام ده وصل للحاج نور، قالوا ان انا يعني كنت بلاغي الحاج فتحي. والله العظيم 3 ما حصل مني كده. هو الحاج فتحي بعد الست اعتماد ما توفت يعني عايز ونس معاه، طلب يتجوزني. انا بقى ما احبش اكون الست التانية ابدا. على فكره انا مرات الحاج نور التانية. يا اختي ده انت زي القمر، والله العظيم ما يقدر يبص لواحده غيرك ولا من بعدك ابدا. هو هيلاقي الحلاوه دي فين؟ انت بتدوري على حاجه اساعدك؟ بدور على القف. القف؟ القف بتاع الناموس عندكم قطع جسمي طول الليل. بس انت لو عايزه تساعديني قولي عايزه ايه وانجزي. يا اختي حنني قلبه عليا، خليه يستناني 6 7 اشهر وانا اسدد حبه حبه. هو انت عايزاه يستنى عليكم كلكم 6 7 شهور؟ لا يا اختي انا مالي ومال الحته، انا بتكلم عن نفسي. يمكن حد في الحته يقدر يسدد، هو حر، لكن انا بتكلم عن روحي. حاضر، لو على قدك انت مقدور عليها. والنبي تدوقي المهلبيه زي السكر. اللهم صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. مش الست اللي ساكنه قصادنا النهارده جات لي؟ الست اللي اسمها نعيمه. اللي عايزه ايه؟ ما انا كنت قاعد تحت، ما جاتليش ليه؟ معرفش، انا بفتح الباب لقيتها في وشي وبتتكلم معايا بطريقه في منتهى قله الادب. قالت لي يعني كده بما معنى الكلام، يا اما نبقى اصحاب وجوزك يصبر عليا بالذوق، يا اما هتورينا الوش التاني. بنت الكلب دي قالت كده؟ ما انت عارف ان انا ما بعرفش احكي كلام بالظبط، انا بقول لك يعني بما معنى الكلام. انا شايفه بقى اروح اقعد في شقه الرحاب لحد ما انت تبقى تخلص مواويلك هنا. انا الوضع الصعب ده انا ما اقدرش عليه. انا ما اتعودت الست البت تبقى بعيده عني. طب يا منصوره وابنها قاعدين في مدينه نصر. منصوره اتطلقت، هتخرجي بره باب الشقه هتاخدي ورقتك معاكي. وبعدين يا بنتي في ايه؟ ده انت افيونتي، ما بقاش مخك ضلم كده. يعني انا هفضل قاعده بقى في المواويل والتهديدات دي كتير؟ لا خلاص الموضوع انتهى، انا هربيها لك. فيها غريب. الواد اشرف عامل غيره تحت، نتصرف معاه ولا نعمل ايه؟ لا استنى ما تعملش حاجه، هغير هدومي وانزل معاك. بس 3 بالله العظيم لا ولع في نفسي. حرام عليك نفسك يا اشرف. نفسي ايه؟ خليني اخلص من الدنيا واللي فيها. انا قتيل الايصالات بتاعتي وقتيل شغلانتي، ويروح ما بعدك روح. ايه لعب العيال ده؟ ايه لعب العيال اللي بتعمله ده؟ ولادي ياكلوا منين؟ ياكلوا منين؟ انا خلاص مت. انا مت. روح استحمى واستغفر ربنا. عايز تموت كافر ولا ايه؟ بلاش شغل العيال ده. بتكلم بجد، وذنبي وذنب عيالي هيفضلوا في رقبتك لغايه يوم الدين. وانا ما بتهددش، والشغل ده ما ياكلش معايا. معاك ولاعه ولا نسيت؟ شكلك مش عامل حسابك. امسك.
هتولع ولع في نفسك. يلا يلا. انا كلمتي واحده وما ارجعش فيها. اللي مش هيجي معاه حق الايصالات يبقى هنلعبها على الكيف، وكل يوم واحد فيكم هيتشد على الاسم وبرضه على الكيف. وعشان العشره والجيره يا فلوسي يا بيوتكم. واللي مش قادر يدفع يجيب مفتاح بيته ويتكل على الله. واضحه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. واضحه؟ ولا قوة إلا بالله. يلا يلا يا ابني من هنا. يلا يا حاج. يلا يا حاج. يلا يا ابني. يلا يلا يا ابني. يلا يا عم امشي من هنا. يلا يا حاج. يلا 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 واقف ليه؟ يلا